السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. لا تكونوا بخير ومهنيين وصحيحين يا ربي. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. البنات اليوم جبت لكم طريقه طوفيا كراميل بنينه، وتاني كي تكون خسرت لكم الشوكولا البيضاء رايحين تغتنموا الفرصه وديروا لها اعاده تدوير بحاجه واحده اخرى. لهنايا جبت كاس 220 ملي، رايحه نديره يتكراميلا كراميليزا، يعني حتى يذوب كامل. ونقصوا للغاز تاعكم هكا باش ما يحترق لكمش، وتجي البنه في الطوفي كراميل، تجي هذيك البنه تاع المروريه. انا لهنايا رايحه نخليه يذوب كامل، ونبقى يعني حاطه عيني عليه باش ما يحترقليش. هذه هي البنات. اذا راكو عادل هنايا تتفرجوا ما تنساوليش الجيم، ما تنساوش تخليوا لي تعليق هكا باش اليوتيوب يقترح القناه. هذا ما كان يعني اذا ما تقدروش ديروا تعليق، خليوا لي برك جيم، ما تتفرجوش وتهربوا. هذه هي البنات. لهنا البنات انا درت غلطه. الغلطه اللي درتها هي بديت نحرك قبل ما يذوب كامل. آه، راكو شايفين الغلطه هذه اللي درتها. من بعد رايحه شغل نخلصها باش دروك سما رايح هذوك الحبيبات يقعدوا لي حتى نبقى ندقدق فيهم غير بشويه. سما انتوما خليو حتى يذوب لكم بالكامل، نقصوا له وخليوه. يعني هاد المرحله يلقى لها الصبر ويلقى لها الوقت. الله غالب انا ما كاش عندي الوقت، كنت باغيه نصور معكم في الساعه هاد الوصفه، بما انه رانا قريب لشهر رمضان. وثاني تحتاجوها في التحليات، خير ما تروحوا تشرو يعني العلبه تاع التوفي كراميل وتستقام لكم. انا كانت عندي شوكولا ضاضه، يعني كانت مره كانت خسرت لي، ما قعدتش نخدم بها، كانت قاعده قلت لها اروحي اليوم نخدم بيك التوفي كراميل. انا لهنا البنات كيما شفتوها هي ما قلت لكم باللي قعدت لي هذوك الحبيبات، بصح نقصت الغاز وقعدت ديت مده طويله وانا نستناهم يذوبوا. عليها قلت لكم باللي خليوهم يذوبوا بوحدهم حتى تشوفوا كامل هذاك السكر بدا يذوب يوصل حتى للوسط، عاد بداو تحركوا. هذه هي. لهنايا البنات انا راني نستنى فيه يذوب هذاك السكر. دروك واش رايحين ديروا؟ تكونوا في هذه الفتره تكونوا دايرين نفس الكاس معمرين حليب، وهذاك الحليب يكون سخون، لانه عندنا السكر راه سخون وعندنا الحليب لازم يكون سخون، ما تحطوش بارد عليه هكا باش ما تخسر لكمش الوصفه. هذه هي لهنايا. وكبوه على مراحل، كبوه على مراحل هكا باش تاني ما يطلع لكمش الحليب بزاف ويفيض لكم ولا يحرقكم. سمحوا لي لهنايا كانت الشاشه شويه ضبط، لانه لافابور تاع الحليب مع السكر طلعت. المهم لهنايا تبداو تضيفوا غير بشويه، ومن الافضل تستعملوا المغرف نتاع اللوح احسن واحسن. لهنايا البنات راني نخلط. ما تخافوش لو كان تشوفوا باللي هذاك الحليب كشغل تفتت لكم ولا تقولوا بلي الحليب خسرنا، لا الحليب ما خسرش. لهنايا تبداو تذوبوا في هذيك السكر اللي ولا تحجر، تخلطوه مع الخليط يعني حتى يذوب. ونأكد لكم باللي نقصوا للغاز تاعكم هكا باش ما يحترق لكمش السكر ويدير لكم هذيك المراره. انا لهنايا راني نحرك ونعاود باش يذوب كامل هذاك السكر. وشوفوا لهنايا راه يبان شغل الحليب راه خاسر، راه داير كيما تفيضوا الحليب ويخسر لكم. شفتوه كي يخسر لكم يتفتت لكم، يعني تشوفوا هذاك الحليب شغل مفتت. هي لا هنا ما راش خاسر كامل. شوفوا انا راح نكمل نخلي السكر تاعي يذوب كامل مع هذاك الحليب، ومن بعد نعاود نروحوا للمرحله التاليه.
المرحلة التالية هي كنت جبت شوكولا بيضاء، رفدت منها مورسو واحد برك، قطعته، يعني كل كاس نديرو معاه مورسو، قطعته بهذا الشكل وجبت حطيته على هذاك الخليط وهو عاد يذوب. لهنايا انايا المرحله هذه خليت كامل هذيك الشوكولا تبقاو تخليوها حتى تذوب. انا الله غالب كما قلت لكم بلي كنت مزروبه، خليت واحد شويه تاع الحبيبات فيها. لكن نتوما ما تخليوش، يعني بقاو تخلطوا 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 حتى يذوب كامل هذيك الشوكولا. يعني هاد الطريقه رايحه تدي لكم وقت، بصح رايحه تغتنمي الفرصه كي تخسر لك هذيك الشوكولا. يعني الشوكولا راها دير من 25,000 حتى الفوق، ماشي شرط تقيسيها، خدمي بها يعني ميم تكوني مذوبتها وباش ديري بها كلاصاج ما يخرج لكش هذاك الكلاصاج، كي تخسر لك خدمي بها طوفيه كراميل. لهنا جبت البراميكسر ورايحه نبدا نميكسي كامل هذيك الشوكولا. لهنا البنات حتى بديت نميكسي في الطاوه، ومن بعد عاودت خفتها تخسر لي. جبت لهنا اناء يعني يكون غامق، وبداي تخلط ديري فيه هذيك البراميكسور تاعك وترحي. لهنا رايح يدير لك هذيك الرغوه، بصح من بعد هذيك الرغوه رايحه تروح. انا صفيته في الاول، صفيته من بعد عاود وليت قلت باللي نخليه يعني هذيك الشوكولا دوك نروح تذوب، لانه كما قلت لكم بلي خليت فيها واحد شويه تاع الشوكولا خفتها ما تذوب ليش ولا وتخسر لي الطوفيه كراميل تاعي. مالا صفيت غير شويه من بعد عاود وليت خليتها، لانه شفت الحبيبات نتاع الشوكولا شغل دايبين، ما قلت خليه تزيد الذوب. لان هذه المرحله يعني تاني هي رايحه شويه تاخذ منكم وقت. يعني المراحل سهله مهله برك، كما قلت لكم باللي كي يكون عندكم شوكولا اغتنموها الفرصه وما تخسروهاش وتقيسوها، لانه يعني التبذير حرام. ولهنا اغتنمي هذيك الفرصه ولا هذيك الحاجه اللي شريتيها وديري لها اعاده تدوير كما راهم يديروا بزاف ناس بزاف صوالح. انا لهنايا رايحه نكمل نرحي هذيك يعني حتى هذاك التفتت تاع الحليب رايح كامل يروح، لان يشوفوا الطوفيه كراميل تاعنا كيفاش راها تكون. وكي تزيد تبرد رايحه تزيد تتقال، البنه نتاعها روعه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.